ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عملنا مع بعض جمبري الغلابة، والله العظيم جمبري الغلابة. النهارده بما ان احنا الايام دي موسم الشتاء، والسردين الصغير ده كتير جدا، فده بيغني عن الجمبري. ده بيسموه عندنا جمبري الغلابة. الكيلو ب25 جنيه. بس قسما بالله مش قادرة أقول لكم على جماله، وعلى بصوا مش قادرة، طعمه تحفة. طعمه روعة بجد. يعني متقطع عليه فلفل أخضر كده، مع شوية سلطة طحينة، ولقمة عيش زي ما انت شايفة كده، واعملي أحلى سندوتشات جمبري. بس والله قيمته الغذائية عالية قوي. مش قادرة أقولك. يعني في غذاء كتير جدا للأطفال والكبار. يعني الموسم بتاعه يعني، بس هو بس متعب شوية عشان تنظيفه مش أكتر. في ناس ما بتنضفوش على فكرة يا جماعة، بس أنا ما بعرفش أعمل كده صراحة. أنا ما كانش متنضف ماكلوش، لازم أنضفه كويس قبل ما أعمله. وزي ما انتم شايفين كده، والله جميل قوي قوي قوي. على قد ما هو متعب في التنظيف، على قد ما هو يعني بتاكلي منه ما تزهقيش بجد. بجد والله حلو قوي قوي قوي. ما تضيعيش الموسم بتاعه دون، ولازم تجيبي لي ولادك والله. صدقيني هتستفادي منه كتير قوي، وهيديهم قيمة غذائية عالية قوي. اعملي جنبه شوية رز ببصل، اعملي جنبه عايزة تعمليه بعيش كده تمام. اللي يعجبك، اهم حاجة ما تضيعيش عليك الاكلة الحلوة دي. في ناس والله بتكسل تجيبه عشان تنظيفه، وفي ناس بتقليه زي ما هو كده بالدقيق، من غير ما تشيل الراس بتاعته ولا البطن ولا الكلام ده. لا، انا ما بعملش كده خالص. يعني انا بنضفه واحده واحده. سو اي كميه بقى انا جايبه كيلو، جايبه 2 كيلو، انا بقعد عليهم لما انضفهم صراحه، لان محدش عندي بياكل منه غير لما يكون متنضف، وانا كمان اتعودت على كده. بصوا كده، انا ابدا ان انا كنت ببدره واحطه كده في قلب الطاسة. وزي ما انتم شايفين كده جماله، مش قادرة اقول لكم والله العظيم. تحفة تحفة تحفة. بعتذر بس لاني صوتي تعبان، بس ما قدرتش ما اصورلكوش الاكلة الحلوة دي. صدقيني والله مش قادرة اقولك على جمالها. يعني هتدمنيها حرفيا. جربيها مرة واحدة على قد ما هي بتتعب، بس صدقيني هتحبيها قوي. بصي، انا هنا بينتشوها من ايد بعض. يعني مش قادرة اقول لكم. يعني طاسة بطاسة كده بتتاكل ورايا زي العادة. حتى كنت بحاول ان انا احط لهم في اطباق، لكن هم مش صابرين والله العظيم. يعني حلو قوي. تعالي بقى نشوف احنا كنا جايبين ايه، وهوريك انا كنت جايبة من السوق ايه يا قلب اختي. انا كنت جايبة 2 كيلو سردين من الصغير ده. انا معرفش انتوا عندكم بتقولوا عليه اسمه ايه، انا عندي بقول عليه سردين صغير. وكنت جايبة معاهم 2 كيلو ونص بولتي، تمام. كان حجمه كبير، وكنت قلت خلاص بقى بالمرة، طالما كده كده نزلت بالمرة أجيب كمان أكلة سمك وأحطها في الفريزر. بما إن الجو شتى، وقلت خلاص بقى مش كل شوية بنزل، فحاولت إن أنا أجيب لكم أكلة السمك الحلوة دي. بصوا كده، والله في واحد كان بيبيعه ب25، وواحد كان بيبيعه ب30، السردين الصغير ده. لكن أنا جبت كيلو من ده وكيلو من ده، عشان قلت يعني ايه، هجرب ده وهجرب ده. لقيت ان السردين الصغير ابو 30، سمكته حمرا شوية كده، سمكته كبيرة عن التاني اللي هو ابو 25 جنيه. بس صراحة افضل كتير، مش فرق ال5 جنيه، لكن حلو قوي. وادي البولتي اللي انا جبته زي ما انتم شايفين اهو. انا جبته بقطعه، اعمله طرنشات، وبعمل الروس بشويها واعملها بدقة كده، انا بحبها كده. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في التعليقات، وحطي لي قلب كده وكومنت حلو زي كده، وقولي ربنا يحسن ما بين ايديكي وايديكم يا رب العالمين. ربنا دايما يا رب يجيب الرخاء علينا وعلى اولادنا، ويسترها عليهم يا رب بحق جاه النبي حبيبي. بصي بقى، انا هنا قطعت السمك قطع زي ما انتم شايفين كده. انا اسيب الراس سليمة، بس الوسط هقطعه قطعتين، اسيب حتة الديل زي ما هي، عشان خاطر انا بقلي السمك ما عدا الراس. الراس انا بعملها مشوية.
أنا باحب آكلها كده. بُصّوا هنا أنا كنت خلاص بقى نضّفت السردين الصغيّر كلّه واحدة، واحدة زي ما أنتم شايفين كده، والله كنت فعلًا تعبت حرفيًا، ما كنتش قادرة إن أنا بجد أقف على رجلي. كان السمك كانوا 2 كيلو اللي أنتم شايفينهم دول 2 كيلو، وأدي الروس بتاعتهم. لإن في ناس تقول لِك أنا بتنضّفي شوية وتسيبي شوية، أو لأ والله أنا بانضّفه كل دي الروس اللي أنا طلّعتها من ال2 كيلو، فتقريبًا كده طلع بتاع نُص كيلو من الروس. وطلع كيلو ونُص، صفّى على كيلو ونُص بمعنى أصح. فحلوين أوي الكمية دي هتعمل لنا حبّة حلوين، ممكن كمان تحطّي منهم في الفريزر لو أنتِ عايزة، لكن تصدّقيني لو ما جرّبتيش الأكلة دي يبقى فايتِك كتير أوي، أوي، أوي. أولًا رخيصة، ثانيًا قيمتها الغذائية عالية أوي للأطفال، يعني عشان الكالسيوم وعشان بتدّيهم سبحان الله يعني طاقة، والجو أصلًا ساقعة، والشتا يا جماعة بيحب الأكل، فحاولي إن أنتِ يعني على قد ما تقدري كده دفّيهم وأكّليهم، اعملي لهم الحاجات اللي هي تقدري إن هي مريّحة ببيتِك، أو مريّحة تقدري إن أنا ما تهلكش عليّا فلوس كتير. الأكلة دي تعتبر وقفت عليّا بإيه، 55 جنيه. بس والله عملت يومين، جنب بقى لو عندك أطفال حبة رز كده، حبة سلطة لو هم مش هيعرفوا ياكلوا بعيش، تمام. بس والله جميلة جدا جدا جدا، ولو ما جربتوهاش بجد هتبقوا ندمانين كتير كتير. واللي بيعملها بنفس طريقتي كده وبينضفها يقول لي، لان انا حاسه ان انا الوحيده اللي بنضف السمك ده. يلا من هنا طبعا ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعه بالله عليكم، وحطوا لايك للفيديو عشان غيرك يستفاد وغيرك يشوف الفيديو. ويلا بينا طبعا نكمل الأكلة الحلوة دي. بصوا أنا كده هنا والله أنا فعلا تعبت لدرجة إني مش قادرة أتكلم يعني. فعلا الوقفة بتاعته كانت صعبة قوي. 2 كيلو من شوفي بقى السمك كان بسم الله ما شاء الله كتير جدا، ومنه صغير فتعبني قوي. يلا قولولي تسلم ايديكي، وربنا يديم علينا وعليكم النعمة يا رب العالمين، ودايما يرخي قوت المسلمين يا رب. انا هنا بس حبيت اوريكم وانا بنضفه ازاي. بكسر الراس كده وببدأ ان انا اضغط ضغطة بسيطة عليه عشان ما تتفصلش، لا بشد الراس شدة بسيطة كده عشان تسحب البطن بتاعتها، مع ان هي ما فيهاش بطن قوي يعني، يعني فيها حاجات بسيطة خالص لان هي ما لحقتش السمكة تاكل اي حاجة اصلا. بس انا من النوع يعني موسوسة شوية، انا مش بحب اكل حاجة كده، بالذات في حاجة الاكل لازم اكون منضفاها كويس قوي، لان من اقل حاجة يعني احس ان انا مش عارفه اكل منها صراحه. ما اكلش بنفسي بقى واحس ان انا مبسوطه كده لما اكون منضفاها التنظيفه التمام. واللي بتعمل زي كده تقولي في التعليقات، هي بتنضف السمك الصغير ده ولا ما بتنضفوش؟ وهل بيفرق معاها؟ جربته مره زي ما هو كده ومره نضفته وفرق معاها في الطعم، ولا ما فرقش؟ لان بصراحه ما جربتش. يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير، بحبكم كتير كتير.